ولا زلنا نبحث عن الهدف الأول. كثر الدق كثر الدق يا تريزيجيه، يأتي بنتيجة ويسجل ويتقدم لأبناء القلعة الحمراء، والتشمان لتهتز معها أركان ملعب المباراة هنا في استاد القاهرة الدولي، ولتعلن عن أول أهداف اللقاء لمصلحة النادي الأهلي، ولتبدأ مشوار الثالثة عشر بعد أن عدت على 12 سابقة. الأهلي في رحلة مجد جديد برأسه التقدم. الله داخل منطقة الجزاء. الله دو ري مي فاصول لاسي. أهلاوي في ملعبه لا يقهر الأهلي، وعلى غنغم المتعة والإبداع يعزف أجمل الألحان ويقدم لمسة فنية وإبداعية في منطقة الجزاء. أهلاوية من جديد. لو لم يكن حديد في مباراة اليوم. في الصفراء كرة أهلاوية الآن ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راسية من الشريف تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. البديل مصطفى بوت على مشارك في منطقة الجزاء، تسديدة تأتي لكن في أحضان الشناوي يتصدى للكرة. وبطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي ركنية إلى منافسات بطولة الدوري حاليا. الأهلي بالمناسبة الأهلي في شوط المباراة الثاني، كرة بمحاولة أمامية، عودة في شوط المباراة الثاني، كرة أهلاوية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا للأهلي أمامي يلعب المحاولة في الجهة اليمنى، وصلت إلى محمد هاني. ضغط كبير كرة بتسديده. اهتزت العارضة واهتزت الأرض من تحت أقدامهم في الكرة الماضية. تسديدة قوية جدا بالقدم اليمنى، لكن اصطدمت في العارضة اللقطة والمحاولة الماضية ومنعت الأهلي من الهدف. جاءت اليمنى حلوة لفريق شبيبة القبائل، عرضية داخلية، هدف تقليص الفارق لأبناء القبائل يأتي في اللحظات الماضية وبالنيران الصديقة. نعم بالنيران الصديقة يسجل، يقلص ويعود إلى المواجهة، يحيون الآمال. هذه الكرة العرضية الماضية، وهنا التدخل الشناوي بعد كرة مثالية جدا يبدو من حمزة موالي هو هاني الآن في هذا المكان. استلام محاول ودية الجزاء في المجموعة الثالثة. كرة أهلاوية من جديد، محاولة تصطدم في الشباك الجانبية إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى المالي. بعد ذلك تختتم منافسات هذا الميدان. بن شرقي يعيد الآمال مرة أخرى، تسديد، والبديل هو محمد طاهر. حاتي شبيبة القبائل داخل المنطقة، الله فيها سقوط، يبحث عن التقدم، تقدم عرضية حاضرا هجوميا، كرة في الجهات اليمنى إلى هاني، عرضية من محمد مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. الوداد كرة بمحاولة لكن أيضا طالت إلى خارج أرضية الملعب. 4-1 قد تتغير الآن عن طريق تريزيجيه، مرت بجو مثالي جدا أمامية مرة أخرى لمصلحة طاهر، سدد وحديد في المرمى، حديد يتدخل ويتصدى ويبعد الكرة إلى خارجات أقل عن المتصدر. كرة بمحاولة للنادي الأهلي، تسديدة خلاص هي الحاسمة بأقدام تريزيجيه، هي القاضية بأقدام تريزيجيه، هي مصدر الأمان والاطمئنان لنتيجة المباراة ونقاطها الثلاث. يسجل تريزيجيه من جديد، يعود ويضع الكرة في المرمى ويعلن عن ثالث الأهداف. والكل فرحان بعودة إمام عاشور. هذه الكرة هي اللمسة من إمام.
وصلت الى امام عاشور، تسديده من امام الى داخل الشباك. الله 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 يا كرة القدم، كان لابد بأن تنصف إمام عاشور البديل، يصلح الأمور للأهلي في الشوط الثاني ويقدم الكثير. إمام ساهم في الثالث وسجل الرابع وبطريقته المعتادة في إفراح جماهير النادي الأهلي يضع الكرة في الشباك ويعلن عن رابع الأهداف.